Hi mochis and young, welcome back or welcome to my channel if you're new. مبروك لكل الناس اللي خلصوا امتحانات ونجحتوا، ألف مبروك. وللناس اللي لسه مكملة ومستمرة ستيل برضو مبروك ليكوا، انتوا عملتوا مجهود وستيل بتعملوا مجهود وربنا معاكوا ان شاء الله. وبمناسبة ان في ناس كتيرة خلصوا امتحانات، قررت ان انا اعمل لكم الفيديو ده بتاع النهاردة، عشان من ساعة ما خلصتوا لاحظت كده ان في كومنتس كتيرة عمالين تقولولي فرح احنا خلصنا امتحانات وزهقانين قوي في الاجازه ومش عارفين نعمل ايه، فياريت تدينا افكار، حاجات ممتعه، حاجات تفيدنا، كمان حاجات تفيدكم في المستقبل، يعني مش بس تفيدكم دلوقتي. فعشان كده حضرت لكم الفيديو ده، فاتمنى ان انتوا تستفيدوا على قد ما تقدروا وتستمتعوا في نفس الوقت. لو تعرفوا حد يعني زهقان في الاجازه ومش عارفين يعملوا ايه، بعتوا لهم برضو الفيديو ده عشان كلكم تستفيدوا. وطبعا ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والكومنت والشير وكل الحاجات الحلوه دي. وخبر حلو، احنا الحمد لله وصلنا 800,000 أصحاب، مش مشتركين، أصحاب وموتشيز. كنت عايزة أقول لكم شكرا بجد من كل قلبي. طبعا ده الحمد لله فضل ربنا، وثانيا بفضلكم انتوا ودعمكم ليا وحبكم ليا، فبجد شكرا من كل قلبي. وقربنا خلاص نوصل للمليون، فان شاء الله نوصل لها قريب. فلو انتوا لسه مش عاملين اشتراك، شايفاكم تعملوا ايه. بس يلا مش عايزه اطول عليكم، تعالوا نبتدي الفيديو. Let's go. هقول لكم النهارده تقريبا 16 من 15 ل 17 فكره تقدروا تعملوها في الصيف. فعشان تستفيدوا من الفيديو ما تنسوش ايه هي الافكار. هاتوا ورقه وقلم دلوقتي، يعني اعملوا وقفوا الفيديو وهاتوا ورقه وقلم، او اكتبوا على الموبايل بتاعكم الافكار اللي انا هقولها وهتعجبكم. اكتبوها في ورقه عشان بعد كده ما تقعدوش تفكروا هي فرح قالت ايه، انا مش فاكره ايه هي الحاجه اللي عجبتني. فاكتبوها في الموبايل او على ورقه احسن، عشان الورقه دي تفضل عندكم حتى كمان لبعد سنين، عشان لما تحسوا ان انتوا زهقانين ترجعوا تاني للورقه دي او برجعوا للفيديو بتاعي. اول فكره هقول لكم عليها في الفيديو ده وهي قراءه الكتب. انا زمان ما كنتش بحب قرايه الكتب، ولكن يا جماعه ادوها فرصه. في مجالات كتيره في موضوع الكتب ده، ان انتوا ممكن تقروا كتب خياليه او روايات، كتب عن قصص، كتب مثلا زي ده حاليا اللي انا بقراه دلوقتي Atomic Habits. كلكم قلتولي ان هو تحفه، وفعلا هو سوفر عاجبني جدا. يعني كتب زي دي اللي هي بتتكلم عن الصحه النفسيه، ازاي نغير عاداتنا السلبيه لعادات كويسه. بجد يا جماعه فوائد القرايه كتير جدا، واكيد كلنا عارفين الموضوع ده، وكمان بتفصلكوا عن العالم الواقعي اللي احنا عايشين فيه. وممكن تقروا كتب عن الديانه بتاعتكم، بالنسبه لنا احنا مثلا كمسلمين القران، تقروا عن الانبياء، قصص الانبياء، حاجات زي كده. يعني مش شرط ان هو يكون مثلا كتاب في مجال معين، الكتب بجد في مجالات كتيره جدا ممكن تثقفوا نفسكم. لو انتوا مثلا في كليه معينه تثقفوا نفسكم في المجال ده. يعني بصوا، روحوا مكتبة واكتشفوا ايه هي نوعية الكتب اللي انتوا ممكن تبقوا حابينها. يعني انا مثلا زمان كنت بروح المكتبة وشايفة كل الناس بتقرا روايات، فكنت بشتري زيهم عشان دي اكتر حاجة شائعة. بس بعدين اكتشفت انه لا، انا ما بحبش الروايات. فلما دخلت بقى ورحت كده مرة المكتبة وقعدت ادور على نوعيه الكتب اللي ممكن تشدني وتعجبني، فلقيت ان هي الكتب عن الصحه النفسيه، ازاي نغير او نبعد عن الاكتئاب، الحاجات دي. فطبعا انا متاكده ان كل حد فينا ليه ميول معينه، فعشان كده بقول لكم دوروا على نوعيه الكتب اللي ممكن تعجبكم. بس عامه قرايه الكتب بجد من افيد الحاجات اللي ممكن تعملوها. تاني حاجه ممكن تعملوها ان انتوا بقى تمسكوا الدواليب بتاعتكم، وبالذات الاوضه بقى عامه، وتبداوا ان انتوا تروقوها. ابداوا بالدواليب بالذات، لان لما بتبقوا في فترة الامتحانات كل حاجة بتتكعبل، أنا عارفة. إذا كان المكتب بتاعكم، الدولاب، أو الحاجة اللي انتوا حاطين فيها الكتب والورق وكده، فضوا طبعا وابدأوا نظموا الدولاب ده. الدولاب اللي فيه اللبس بتاعكم، لو انتوا نزلتوا الصيفي وطلعتوا الشتوي، متأكدة ان فيه لبس انتوا ما بقيتوش تلبسوه، ما بقاش الستايل بتاعكم، طلعوا الحاجات دي وزعوها، لان اكيد في ناس هتحتاجها اكتر منكم. انا كان عندي العادة اللي هو بحتفظ بلبس معين عشان بيفكرني بذكرى معينة، او انا بحب مثلا البنطلون ده فهفضل حطاه مع اني مش بلبسه. فحاولوا تطلعوا الحاجات دي، خلاص لو انتوا ما لبستوهاش مثلا بقالكوا سنتين او كده، طلعوهم وزعوهم. وزي ما قلت لكم الحاجات اللي هي كان فيها بقى الكراسات والورق ومش عارفه ايه، احنا بعد الامتحانات الدنيا كلها او الاوضه بتبقى متشقلبه، فابداوا ان انتوا روقوا الحته اللي انتوا قاعدين فيها.
تالت حاجة، ودي من اكتر الحاجات الممتعة اللي ممكن تعملوها، ان انتوا تاخدوا كورسات. الكورسات هتتقسم لحاجات كتيرة قوي. ممكن تاخدوا كورسات تعليمية، يعني مثلا ممكن تروحوا تتعلموا لغة جديدة. لو انتوا الانجليش بتاعكم مش احسن حاجة، روحوا خدوا كورسز في الانجليش، لان في الحياة العملية او في الشغل وكده هتكتشفوا قد ايه الانجليش مهم. فدي حاجة ممكن تعملوها، او اتعلموا لغة جديدة فور فن، ليه لا. طبعا حاجة هتفيدكم جدا في المستقبل. لو انتوا لسه في المدرسة، روحوا خدوا كورسات في المجال اللي انتوا حابينه وشايفين ان انتوا هتكملوا فيه في الكلية. لما هتاخدوا الكورسات دي هتكتشفوا انتوا حابين الكلية دي ولا لا. فدي حاجة ممكن تعملوها بجد، هتساعدكم جدا ان انتوا تختاروا الكلية اللي انتوا عايزين تخشوها في المستقبل، وطبعا هتقويكم في المجال ده. ولو انتوا في كلية، فبرضه انصحكم ان انتوا تاخدوا كورسات في المجال اللي انتوا فيه، بتزود من معلوماتكم، بتخلي السي في بتاعكم نشط كده وحلو. فلما تيجوا تقدموا على شغلانات، الناس هتلاقي ان انتوا تعبتوا على نفسكم في الصيف، كنتوا بتاخدوا كورسز وكده. فدي بجد حاجه هتفيدكم جدا جدا في المستقبل. انا عارفه ان في ناس بقى في الصيف بتحب تريح، مش عايزين بقى ياخدوا كورسز تعليميه وكده، فعادي جدا ممكن تروحوا تاخدوا كورسز فور فن، كورسز رسم، كورسز طبخ، عارفين الحاجات اللي هي كده فن. فشوفوا انتوا بتحبوا ايه ودوروا، اكيد هتلاقوا لها كورسز. بجد هتستمتعوا قوي باللحظه دي او الفتره دي، وهتعملوا حاجه جديده في نفس الوقت. وبمناسبة كورسات الأكل، هقولكوا طبعا حاجة ممكن تعملوها ممتعة جدا، ان انتوا تجربوا تطبخوا أكلات جديدة. ومش بس الأكلة بتاعت بلدكم، يعني مثلا أنا من مصر مش هعمل أكلات مصرية، لا أنا هجرب أعمل مثلا أكلات من الكويت، أكلات من السعودية، أكلات من الجزائر، او حتى بره بقى العالم العربي، اجرب اكلات اسبانيه، كوريه، صينيه، وات ايفر. هتمسكوا كده بلد بلد وتخشوا على يوتيوب وتكتبوا اكله مشهوره في بلد كذا، وتشوفوا بتتعمل ازاي، تجيبوا المكونات وتخشوا المطبخ وتعملوها. هتبقى فن برضو لو جربتوا تعملوها مع صحابكم في المطبخ، بس خدوا بالكم طبعا. بس المهم، دي بحسها من اكتر الحاجات الممتعه، تجربوا اكل جديد من بلاد مختلفه، وفي نفس الوقت اتس فن. مين مش بيحب الاكل؟ طبعا حاجه مهمه جدا، حاولوا برضو تعملوا حاجه يكون الهدف بتاعها ديني. يعني مثلا هتشوفوا طبعا على حسب الديانه بتاعتكم، بس هنتكلم طبعا لو انتوا مسلمين عشان ده اللي انا هقدر افيدكم فيه. انا عارفه انه في الامتحانات وفي فتره الدراسه ساعات بننسى الهدف الديني بتاعنا، فبتيجي فرصه حلوه قوي في الصيف ان احنا نرجع تاني لاهدافنا في الديانه بتاعتنا. فممكن مثلا ترجعوا تاني تقروا القرآن يوميا، زي ما كنت قايله لكم في رمضان، نقرا قرآن يوميا، نقرا القرآن بالتفسير، يعني نفهم ايه اللي مكتوب في القرآن. لو انتوا طبعا مقصرين في الصلاة، مش بتصلوا ال5 صلوات يوميا، فحاولوا ان انتوا تعملوها عادة ان انتوا ترجعوا تصلوا ال5 صلوات. ولو انتوا الحمد لله مواظبين على الصلاة، حاولوا بقى ان انتوا تعملوا الصلوات الزيادة، السنة، الحاجات دي. بجد هتستمتعوا جدا، وهتعملوا طبعا علاقة مع ربنا. وحاولوا كمان ان هي تبقى عادة لبعد كده، خلاص انتوا تقدروا في الصيف تكونوا عادة تفضل معاكم على طول، عشان خلاص هتتعودوا تعملوها في الصيف، فهتكمل معاكم كمان لبعد الصيف. فعامة هدف ديني مهما كان بقى بالنسبة لكم ايه هو الهدف ده، حاولوا بجد تعملوه، حاجة هتفيدكم جدا جدا طبعا. حاجة حلوة جدا ممكن تعملوها برضو، ان انتوا تعملوا اهداف لنفسكم. يعني انا عارفة ان احنا برضو في الامتحانات الدنيا بتاخدنا وبننسى احنا ايه هدفنا في الحياة. طب احنا عايزين نعمل ايه اصلا بحياتنا؟ فبيجي بقى الوقت ده في الصيف حلو قوي، اقعدوا كده مع نفسكم، هاتوا ورقة وقلم، شوفوا ايه اهدافكم في الحياة عامة، انتوا عايزين تبقوا ايه، عايزين تعملوا ايه، واكتبوا كل افكاركم في ورقة. مش بس كده، يعني احنا مش هنكتب افكار ونرمي الورقة، لا خالص، احنا هنكتب افكارنا وهنكتب ازاي نوصل للاحلام اللي احنا عايزينها دي. لان كل حاجة انا بشوف ان هي possible، يعني كل حاجة ممكن تحصل، احنا بس محتاجين اولا طبعا نتوكل على ربنا، ثانيا ان احنا نعمل خطة، يعني نشوف ازاي نقدر نوصل للهدف ده، وبالتالي لما تشتغلوا ناحيته ان شاء الله هيتحقق. فعامة الاهداف، يعني اقعدوا كده وشوفوا ايه اهدافكم في الحياة. حاجة أنا بحب أعملها جدا، تغيير الديكورات في شقتكم، في أوضتكم، في أي حاجة عامة، بس تغيير الديكور بجد حاجة كده بتنعنشكوا، بتخليكوا في طاقة جديدة. أنا عارفة مثلا انتوا في الامتحانات المكتب مثلا خلاص زهقتوا منه، جماعة روحوا شوفوا أفكار كده على بنترست، ازاي تقدروا تغيروا الديكور بتاع الأوضة بحاجات بسيطة. يعني انتوا مش محتاجين حاجات واو وغالية، لا خالص، بحاجات بسيطة جدا ممكن تغيروا ديكور أي حاجة عندكم في الأوضة أو في البيت. ده بيجدد طاقة، بيجدد كده حيوية في الأوضة، ان انتوا عملتوا حاجة جديدة عامة، و it's so fun، فجربوا تعملوها. العناية بالصحة ثم العناية بالصحة. طبعا انا حاسه ان انا قلت الجمله دي كتير قوي في الفيديو، ان الامتحانات بتدهورنا عامه، بتدهور الاوضه، بتدهورنا احنا نفسيا. فالحمد لله بيجي الصيف
كبريك كده ان احنا نرجع ونعتني بنفسنا. مهم جدا 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 ان انتوا تعملوا الموضوع ده. الاعتناء بالنفس ده بيجي فروع كتير قوي على حسب كل واحد بيحب يعتني بنفسه ازاي. انا ممكن اديكوا شويه افكار، وانتوا برضو لو عندكم افكار تانية اكتبوا لنا يعني في الكومنتس عشان نستفيد كلنا. بس من الافكار اللي ممكن تعملوها طبعا العنايه بالبشره، نقعد نحط ماسكات، ندلع نفسنا. برضو في ناس بتحب تعتني بضوافرها. طبعا اكل الصحي، احنا بس يعني العنايه بالصحه مش بس الصحه او الشكل الخارجي او المظهر الخارجي، لا طبعا احنا كمان لازم نهتم بجوه بصحتنا من جوه. فنحاول ناكل اكل هيلثي، نعمل رياضه، كل الحاجات دي مهمه جدا. بس عامه كل ده تحت بند العنايه بالصحه النفسيه. شوفوا بقى انتوا ايه الطريقه اللي تقدروا تعتنوا بيها بنفسكم وارجعوا اعملوها تاني. تغيير حاجات في ستايلكم او في شعركم. لو انتم محجبات زيي فممكن تغيروا الستايل بتاعكم، ستايل اللبس، ستايل لفه الطرحه، تشوفوا كده افكار جديده. لو انتم مش محجبات جربوا، لو انتم شعركم مثلا طويل قصوه، او مش شرط تقصوه بس اعملوا له كده لاير وحركات. لو انتوا شعركم طولوه، يعني استنوا كده ان هو يطول واعملوا له تسريحات جديده، حاجات كده فور فن. You know bien. تعملوا ايه بقى تاني؟ تعملوا تحديات مع نفسكم، مع صحابكم. بصوا انا على يوتيوب على طول تلاقوني كده بعمل لكم تحديات ظريفه فور فن، فممكن تعملوها مع اخواتكم، صحابكم، مع نفسكم. التحدي اللي هو يوم كامل بلون واحد، تعملوا كده ورق وتكتبوا جواه الالوان وتختاروا حاجه كده عشوائيه، واللون اللي هيطلع لكم قضوا بيه يوم كامل، البسوه، اعملوا ميك اب باللون ده، كلوا اكل باللون ده، حاجات كده فور فن. في تحديات كتيره تانية بقى ممكن تعملوها. طبعا تتكلموا انجلش مثلا لمده يوم كامل، تشوفوا مثلا شطارتكم في الانجليش. عامه يعني فكره التحديات. كلمتكم عن الصحة النفسية وقلت لكم الرياضة، فتعالوا نتعمق شوية في موضوع الرياضة، لأن بجد الرياضة من أهم الحاجات اللي ممكن تعملوها لنفسكم في حياتكم على مدى طويل. فتعالوا أديكم شوية أفكار عن إيه الرياضات اللي ممكن تعملوها. طبعا لو أنتوا في نادي فممكن تروحوا تشوفوا رياضة تشتركوا فيها وتعملوها، بس يعني خلونا نقول لو إحنا عادي ما عندناش نادي ممكن تعملوا رياضة في البيت. تفتحوا يوتيوب وتشوفوا الحاجات أو التمرينات اللي ممكن تعملوها في البيت. ممكن تكتبوا رياضات في البيت حرفيا، هتكتبوا كده على يوتيوب هتلاقوا بجد افكار كتيره بقى، حاجات تتعمل في البيت، بيلاتس، يوجا، تمارين تعملوها، حاجات كتير قوي بجد تقدروا تعملوها في البيت. طبعا تنزلوا تتمشوا في الطبيعه، ده لو في طبيعه انزلوا تمشوا عامه، بس تكون عاده يوميه بتعملوها، او على الاقل 3-5 مرات في الاسبوع. بس يعني التشالنج ان انتوا تعملوها عاده، حاجات كده تفضلوا تعملوها، عشان زي ما قلت لكم الرياضه طبعا حاجه مهمه جدا. فالرياضه في البيت مع صحابكم في البيت او مع صحابكم في حته بره، يعني عامه فكره الرياضه. افتكرت فكره جديده كيوت قوي، ممكن تعتنوا بزرعه. لو انتوا من الناس اللي زيي اللي مش بتحب تعتني بحيوانات، كائن موجود معانا، ممكن تعتنوا بزرع. هو برضو حاجة يعني ممكن تموت مننا، بس انا بحس ان احنا بجد لما نعتني بزرع الموضوع بيبقى حلو. اولا بتستخدموها كديكور في البيت، في بس زرع بيبقى جوه البيت، في زرع بيبقى تقدروا تحطوه في البلكونة، يعني لازم يجيله شمس. الحاجات دي بقى هتدرسوها، يعني هتقعدوا كده تروحوا مثلا لحد اللي هو بتشتروا من عنده الحاجات دي وتسألوه على أنواع النباتات. طب دي تتحط جوه البيت، طب دي بره البيت في البلكونة يعني، طب محتاجة شمس، محتاجة مية قد ايه. بتحسسكم ان انتوا عندكم كده طفل لازم تعتنوا بيه، وبتبقى حاجه كيوت قوي. وزي ما قلت لكم حاجه جديده، يعني ما اظنش ان احنا في حد في سننا بقى بيعمل الموضوع ده، بس فعلا هي هوايه حلوه وممتعه، وفي نفس الوقت هي كده حاجه عندكم لونها اخضر، بتديكوا كده طاقة إيجابية بجد. يعني أنا بالنسبة لي الزرع بيديني طاقة إيجابية قوي، مش شرط تكون زرعية واحدة بقى، ممكن كذا واحدة، فشكلهم مع بعض بيبقى حلو كده منظر قدام عينيكوا يوميا، حاجة تعتنوا بيها. فبرضو دي فكرة حلوة قوي ممكن تعملوها. عادة مهمة جدا في حياتنا، حاولوا ان انتوا تخرجوا مع نفسكم. ليه بنعمل الموضوع ده؟ اولا مهم جدا ان احنا نقضي وقت مع نفسنا من فترة لفترة، بنكتشف نفسنا قوي، بنشوف احنا بنحب ايه مش بنحب ايه. برضو كده يعني خروجكم لوحدكم بيبقى ليه جو تاني، بيبقى ليه احساس اخر كده، مش عارفة بجد مش عارفة اوصفه. بس عامة الخروج لوحدكم اذا كان هتنزلوا مثلا تعملوا حاجة، تاخدوا كورس لوحدكم او كده، بس ان انتوا تعملوا حاجة لوحدكم من غير حد، دي بجد بتفرق جدا، وبتعودكم ان انتوا تتعودوا على نفسكم، تحبوا نفسكم اكتر كده يعني. بس يا اصدقائي دي كده كانت كل الافكار بتاعت النهارده عن الحاجات اللي تقدروا تعملوها في الاجازه
وعلى فكرة الليستة دي مش شرط بس تعملوها في الأجازة، انتوا ممكن تعملوها في حياتكم اليومية عادي، فممكن تبقى عادة بالنسبة لكم زي ما قلت لكم، مش شرط بس في الأجازة. فأتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا بهذا الفيديو، وبس كده هشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي. أنيا.